تدخل السوبر ماركت تقول له انا عايز كيلو سكر، يقول لك لا والله ما فيش سكر، السكر ناقص، او في بس الكيلو ب50 جنيه. ولو حبيت تاخد اكتر من كيس يقول لك لا هو مسموح لك بكيس واحد. الناس متضايقه ومش عاجبها الحال ده، وده فعلا حاجه سخيفه جدا. ازاي ما فيش سكر وازاي يوصل 50 جنيه؟ بس عارفين مش السكر بس اللي ناقص، في حاجات تانية كتير زي الاخلاق، زي الضمير اللي ما بقوش موجودين. لما حضرتك مثلا تروح تشهد شهادة زور ضد واحد انت ما شفتش منه حاجة ولا تعرف هو عمل ايه، لمجرد ان انت تاخد قرشين في جيبك. لما حضرتك ان انت تغير نتيجة طالب وتاخد درجاته وتديها لطالب تاني ما ذاكرش وما عملش حاجة علشان برضو تاخد قرشين. او ان حضرتك تشوف حد بيسرق قدامك وتسكت وما تقولش عشان خاطر ما تخسرش شغلك او ما تمشيش من المكان اللي انت فيه. او حضرتك تعين فلان تشغله في المكان الفلاني اللي هو ما يستحقوش، وتظلم واحد يعني تعب في حياته وذاكر وعمل عشان يوصل للمكان ده لمجرد بس ان انت ايه ده من تبع فلان. او تاخد رشوة علشان تخلص مصلحة الواحد وهي ما تستحقش رشوة. كل دي حاجات ما بقتش موجودة، بقت ناقصة زيها زي السكر. فانتوا لو بصيتوا حواليكوا هتلاقوا حاجات كتير بقت ناقصة، مش السكر بس.